تعرف ايه اللي بيحصل في دماغك بالظبط لما تأجل حلمك؟ في منطقة في دماغك اسمها الأميجدلا، جبنا سيرتها كتير قبل كده. دي المنطقة المسؤولة عن الخوف والقلق. لما تفكر في انك تبدأ حاجة جديدة، مشروع او سفر تغيير، الأميجدلا بتبدأ تشتغل على طول، ولما تشتغل تبعتلك إشارات إنذار: خطر، الحق، الموضوع ده مش مضمون، ممكن تفشل، الناس ممكن تحكم عليك. ودي مش مشكلة فيك، ده ميكانيزم سيرفايفل قديم ودماغك متبرمجة عليه من زمان قوي. ليه؟ علشان تحميك من الخطر، حتى لو الخطر ده وهمي. لكن المشكلة الحقيقية في حاجات تانية كمان. في نيورو ترانسميتر أو ناقل عصبي في دماغك اسمه الدوبامين، ده المسؤول عن الحافز والمكافأة. الدوبامين بيتفرز لما بتعمل حاجة بتحس إنها تديك مكافأة، لكن هنا المشكلة دماغك بتفضل المكافأة الفورية اللي هي دلوقتي حالا عن المكافأة المؤجلة اللي هتاخدها بعد 5 سنين مثلا. تخيل انك لما تقرر تأجل حلمك وتقعد تتفرج على نتفليكس، دماغك هتفرز الدوبامين دايركتلي كمكافأة سريعة، لكن لما تقرر تبدأ في مشروعك مفيش دوبامين فوري. ليه؟ لأن المكافأة بعيدة، فدماغك بتختار الأسهل مش الأفضل. وده اللي بيسموه instant gratification bias.